ايه رأيكم يا جماعة في الكيكة الجميلة اللي عملناها مع بعض دي؟ كيكة الفانيليا، وعملنا انجليش كيك مع بعض، وزوقته زي ما انتم شايفين كده، اللي هو الشوكولاتة الفرماسيل، وعملت له صوص شوكولاتة جميل جدا. هنخش على القناة طبعا وهنشوف احنا عملنا الحاجات الجميلة دي ازاي، القمر ده ازاي، وهنشوف عملناه ازاي في الفيديو بإذن الله. هنخش على القناة عندنا وهنشوف طبعا العلو الجميل ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة تعجبكم بإذن الله. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض كيكة الفانيليا، كيكة الشاي، الكيكة الاسفنجية بطريقة سهلة وبسيطة، وهنعمل كمان معاها كيكة الشوكولاتة في الانجليش كيك. اللي عايز ياكل بقى كيكة شوكولاتة هياكل، عايز ياكل كيكة فانيليا ياكل. هنسمي باسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ الطريقة بتاعتنا والمكونات اللي معانا أو المقادير. بسم الله والصلاة والسلام على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا معايا هنا كوباية لبن على زبادي زي ما انتم شايفين كده أهو، ومعايا هنا كوباية سكر، معايا كوباية لبن، معايا 4 بيضات، معايا ده نشا، معلقتين نشا، معايا دي فانيليا اهو، معايا هنا 3 كوبايات دقيق وبيكنج باودر. طبعا انا هاخد من هنا حوالي نص كوبايه دقيق او كوبايه الا ربع دقيق اعملها في الكيك الشوكولاته زي ما انتم شايفين كده. ده طبعا منخول وزي الفل. احنا كده هنحط بس النشا اهي زي ما انتم شايفين، ده نشا اهو، نشا ذرة غذائي اهو. انا حطيته هنا عشان ايه؟ ننخله برضو اهو. انا نخله الدقيق اهو 3 مرات، بس طبعا ما رضيتش انخله معاكم اهو. بص عشان لو في حاجه اهي هنرميها. طبعا معايا هنا ذره ملح زي ما انتم شايفين كده اهو، بس ذره ملح صغيره اهو. طبعا هحط برضو البيكنج باودر معاه انخله، لو في حاجه متكتله ولا حاجه اهو هتفك اهو. زي ما انتم شايفين كده اهو، مفيش اي حاجه فيه، ده متكتل طبعا، ده الملح اهو زي ما انتم شايفين. ده خلاص كده معايا هنا النسكوير ده انا هعمل بيه اللي هعمل بيه كيكه الشوكولاته. وطبعا هحط معايا هنا شوكولاته اهي زي ما انتم شايفين برضو، دي هحط منها وفي الاخر هوريها لكم هنعمله ازاي. ده معايا الدقيق اهو، هركنه بقى على جنب واجيب بقى الخلاط وهنضرب كل المكونات دي في الخلاط، اللي هو اللبن والسكر والزيت والزبادي، كل حاجه. هنخلي بقى المكونات اللي جافه على جنب. طبعا هنزل بكيسين الفانيليا اهم اهو، هنزل بيهم بقى في الخلاط زي ما انتم شايفين كده اهو ما شاء الله. هنزل بكوبايه السكر، هنزل بكوبايه الزيت، السكر حسب الرغبه، عايزه تحطي كوبايه ونص سكر حطي، عايزه تحطي كوبايه وربع حطي براحتك. هنزل بالزبادي اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. هنحط بقى الخلاط وهضربهم واوريهم لكم. بصوا يا حبايبي، انا هحط ربع كوبايه سكر او اقل كمان من الربع اهو، عشان دول 3 كوبايات دقيق. زي ما انتم شايفين كده في الخلاط. هنزل بمعلقه خل، بس معلقه خل صغيره، وهضربهم بقى واوريهم لكم. انا طافيه معلش النور عشان بضرب الخلاط. هضربه قوي قوي لغايه ما يبقى يعمل فوم كده وهرجع لكم. بسم الله اللهم بارك. انا كده طبعا هنقلب مع بعض المكونات الجافه اللي هو الملح والبيكنج باودر والنشا والدقيق. بسم الله ما شاء الله. هنحط بقى، انا ضربتهم لما عمل فوم اهو زي ما انتم شايفين. هنزل عليه بالخليط اهو، لو احتاجنا دقيقه هنحط، ما احتاجناش خلاص بس هو ما شاء الله تطلع حلوه باذن الله، مش هنحتاج لها اي حاجه. طبعا هنقلب في اتجاه واحد، مش هنعمل ومش هنقلبها كتير، يا دوب بس نتوه المكونات في الدقيق، او نتوه الدقيق في المكونات
اهو ما شاء الله. طبعا زي ما انتوا شايفين كده اهو انا بقلب، مش عارفه الاضاءه واضحه ولا ايه. اهو حد يقول لي يا جماعه في التعليقات كده الاضاءه واضحه، في حاجه ناقصه برضو قولوا لي عليها. اهو انا حاطه خل، طبعا الخل ده عشان الزفاره يبقى حلو ليها اهو. والنشا طبعا بيخليها هشه وجميله كده اهي ما شاء الله. لو عايزه تستغني عن النشا استغني. هقلبها بقى حلو وارجع لكم اهو يا حبيبي. زي ما انتوا شايفين انا عملتها اهو، انا بس زودت لها ربع كوبايه لبن اهو، مش محتاجه دقيق اهو. بسم الله ما شاء الله، ده القوام اللي انا عايزاه. انا دهن الصينيه زيت وحاطه فيها ورقه زبده، والقالب الانجليش كيك نفس النظام برضو دهناه زيت وحاطه فيه ورقه زبده. هجيب بقى نفرج مع بعض وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده انا دهنت الصينيه سمنه اهي، وعاملاها بالورقه زيت قصدي، ودهنت وحطها ورقه زبده. انا هنزل طبعا اهو، بس مش هنزل بيها كلها، انا هسيب شويه للانجليش كيك اهو. زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك. طبعا هخبطها خبطتين كده على الرخامه اهو وارجع لكم. طبعا هجيب شوكه طبعا وهعمل كده في النص اهو اهو، هقلبها كده علشان ايه اهي. بس هنديها بقى ايه اهي خبطتين كده على الرخامه اهو. انا مولعه الفرن بقى له حوالي 5 دقايق كده، هدخلها الفرن اهي، بس اسيبها شويه كده على بال ما اعمل الانجليش كيك. زي ما انتوا شايفين كده نحط النسكويك اهو زي ما قلت لكم اهو، بس كده. نحط برضو حته شوكولاته صغيره هنفرولها اهي. احنا كده حطينا النسكويك اهو، هنقلب بقى في اتجاه واحد برضو زي ما قلت لكم. طبعا معايا شويه زيت، هنزل بشويه زيت علشان النسكويك اللي احنا حطيناه او الكاكاو هقلبه حلو وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله انا خلصتها خالص اهي. هفرجيها بقى في الانجليش كيك اهو زي ما انتم شايفين اهو، هفرجيها بقى فيه افرجيها بقى كلها وهرجع لكم. ما شاء الله انا خلصتها خالص اهي، وكنت حاطه فيها قطع شوكولاته برضو زي ما انتم شايفين كده. هي قطع الشوكولاته هتسيح جواها، هنعملها برضو بالشوكه كده اهي عشان نظبطها اهي. زي ما انتم شايفين كده هخلصها وهرجع لكم. زي ما انتم شايفين كده هدخلها بقى الفرن، هي والصينيه بتاعه الفانيليا، كيكه الفانيليا ندخلهم بقى. طبعا انا هبتها هبدتين اهو على الرخامه. هدخلها بقى وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده في الفرن اهو، هقفل بقى عليها وما تستوي هطلعها. هنفتح على الفرن بعد نص ساعه. ما شاء الله انا خلصتها خالص اهي زي ما انتم شايفين. وطبعا طلعتها بعد نص ساعه، اختبرتها لقيتها بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين اهي. السكينه طالعه نظيفه، ده فتافيت طبعا اهي اهي ما شاء الله. بصوا طالعه نظيفه ازاي، مفيهاش اي حاجه اهي اهي كامل نص اهي. بصوا نضيفها ازاي، الاضاءه معلش اهي، عايزه اوريكم انها نضيفه اهي، ما فيهاش اي حاجه. برضو كيكه الشوكولاته اهي ما فيهاش حاجه، كل دي فتافيت اهي. شايفين طالعه نضيفه ازاي، بسم الله ما شاء الله. استوت خالص. بصوا هشه ازاي اهي، هشه مش مستحمله اهي. بصوا سخنه، مش هينفع طبعا اقطع منها الا لما اخلصها بقى خالص، يعني تبرد خالص واقطع منها واوريها لكم. حبايب قلبي اللي ما حطش بقى لايك لغايه دلوقتي يحطه، واللي مشتركش يشترك. وعايزه دعوه حلوه منكم كده من قلبكم. ولو في اي حاجه ناقصه قولوا لي عليها.
ان شاء الله هتعجبكم وتجربوها وتطلع حلوه. جنب بقى كوبايه شاي، جنب كوبايه لبن. تحطي منها الاولاد في اللانش بوكس في المدرسه في الحضانه، او انت رايحه الشغل تاخدي منها ليكي ولزمايلك وحبايبك اهو. تهادي برضو منها اهو. هاتوا ده حب. ان شاء الله تعجبكم باذن الله. ما تنسونيش بقى في اللايك وكلمه حلوه كده باذن الله في الكومنت. اول ما تبرد هقطع منها بقى واوريها لكم. بصوا يا بنات، انا عملت حاجه حلوه، عملت صوص شوكولاته اهو اللي هو الانجليش كيك اهي. بسم الله ما شاء الله، حبيت اوريها لكم اهي. كل ده في الخلاط. عايزه تعمليها تخفي شويه خفي. هقول لك مقدارها. انا عملت كل ده في الخلاط، حتى كيكه في الخلاط ما شاء الله اهي. تحفه يا جماعه، كلها شوكولاته اهي. بسم الله ما شاء الله. عايزه بقى تزينيها، تعمليها زي تورتايه، تعمليها كيكايه اهي براحتك. بسم الله ما شاء الله اهي اهي ما شاء الله عليها اهي. تحفه اهي يا جماعه ما شاء الله. انا حبيت بس اوريها لكم اهي ما شاء الله. ده طبعا حطيت نص كوبايه سكر بودره، نص كوبايه لبن، ربع كوبايه زيت، وضربتهم كلهم في الخلاط مع قطع الشوكولاته اللي هي بتاعه النوتيلا اللي كانت معايا، اللي انا حطيت منها على الكيكه نفسها. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. ممكن نزينها برضو. معايا هنا زي ما انتم شايفين كده، ده شوكولاته فارماسيلا اهي ما شاء الله. هناخد منها اهي. مش عايزه تزينيها براحتك، عايزه تزينيها باي حاجه موجوده عندك، اي حاجه شوكولاته اللي هي اي نوع شوكولاته عندك. ممكن شوكولاته مبشوره، شوكولاته صغيره مكعبات كده اللي موجوده عندك اهو اهو زي ما انت شايفه. ايه رايكم في الجمال ده؟ تحفه يا جماعه والله، لوحه فنيه ما شاء الله، تحفه بجد اهي. انا حبيت اوريها لكم كده. انا خلصت خالص. اول ما اقطع بقى منها اوريها لكم. متنسونيش بقى في اللايك والشير وتدعيم القناه. والكيكه ما شاء الله طالعه جميله وطريه وهشه ازاي وعاليه. بسم الله ما شاء الله. عايزه تخليها اعلى من كده، حطيها في اصغر من، يعني صينيه اصغر من كده شويه. طبعا انا طلعت الانجليش كيك شويه بدري، لان الانجليش كيك ما بياخدش وقت زي الكيكايه. بس اهم حاجه ما تفتحيش الباب قوي وانت بتطلعيها او انت بتشوفيها. حاولي توردي الباب بالراحه كده. وبعد ما تخلصيها ما تخرجهاش من الفرن على طول. سيبيها ترتاح شويه جوه الفرن، عشان لو ناقصه فيها سوا فيها حاجه تكملها السخونيه بتاعه الفرن وتطفي عادي. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله. اهو يا حبايبي، انا فضيتها طبعا زي ما انتم شايفين اهو. زي ما قلت لكم انا زوقت اهو اللي هي الكيك الشوكولاته. وزي ما انتم شايفين كده انا قلبتها اهو في صينيه وقطعتها. هفضي بقى هنا، احط بقى في الطبق اهو زي ما انتم شايفين وهوريه لكم. ما شاء الله يا جماعه. بصوا علوها قد ايه، العلو بتاعها ما شاء الله. بصوا اهي ما شاء الله عليها. بصوا علو ايه، بصوا ما شاء الله طريه ازاي، عامله زي السفنج اهي. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه، بصوا ما شاء الله الحته قد ايه، العلو بتاعها قد ايه وما شاء الله. بصوا مفتحه ازاي وهشه. بسم الله ما شاء الله. بصوا جميله اهي اسفنجيه وفانيليا وكل حاجه ما شاء الله عليها اهي. حتى برضو التانية اهي زي ما انتم شايفين عاليه وجميله اهي. انا حبيت احط لكم خرطتين اهي زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. انا عايزه بس اقرب لكم كده كله اهو ما شاء الله عليها. بصوا بسم الله ما شاء الله تحفه يا جماعه. عملنا مع بعض الانجليش كيك وزودناه بالصوص الشوكولاته والشوكولاته الفارماسيل، وعملنا كيكه الفانيليا اهي. وعملنا طبعا عملناها عشان الشاي ابو لبن. اللبن فطار غدا عشاء براحتكم، يعني اللي ماليش نفس الاكل مثلا مش عايز ياكل او بياكل تصبيره كده على بال ما الاكل يخلص اهو ما شاء الله. يا رب كده الفيديو عجبكم. الفيديو اشتركوا في القناه ودعموه ودوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل